اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات بودكاست ايدي توك برعايه منصه درسلي، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن كل حاجه تخص التعليم الاونلاين والتكنولوجيا الحديثه اللي دخلت في الجانب التعليمي. وزي ما كان معانا ضيف الحلقه اللي فاتت، النهارده معانا احد مدرسي الرياضه مستر مصطفى الشبوكشي. منورنا يا مستر مصطفى. نورك، ربنا يخليك يا استاذ ابو ازي حضرتك؟ مبسوط والله ان انا معاك جدا. لا احنا اكتر والله مستر مصطفى، ربنا يخليك. احنا عايزين في الاول كده قبل ما نبدا عايزين حضرتك تعرفنا عن نفسك اكتر. والله انا مستر مصطفى الشبوكشي، مدرس ماده الرياضيات المرحله الاعداديه والثانويه. 10 سنين تدريس الحمد لله. قدرت في ال10 سنين ان انا اطلع اوائل كتير الحمد لله، يعني مهندسين. قدرت يكون عندي جميع المجالات. يعني ما شاء الله، طب مثلا عندي صيدله يعني الموضوع مش متوقف ان انا مدرس ماده رياضيات يبقى انا علم رياضه بس. الحمد لله يعني قدرنا نطلع اجيال كتير الحمد لله. وقدرت ان انا اوصل بالماده للطريقه اللي انا عايزه، اللي انا ما كنتش عارف اوصل له زمان، او اللي انا ما كنتش شايفه زمان وانا طالب. قدرت الحمد لله احققه دلوقتي، ان انا قدرت اوفر للطالب يعني ايه رياضه، ازاي يفهم رياضه، ازاي يحب الرياضه، يعني ايه اللي يخلي الطالب طول حياته عنده عقده مع الرياضه. دلوقتي الحمد لله قدرت ان انا اخلي الطالب يبقى حابب الرياضه، حابب الدرس، بطريقتك ووسيلتك. طبعا. ازاي تديله امثله كتير، صح. ازاي توري له الرياضه في حياتك. ايه فايده الجبر في الحياه. وفي نفس الوقت ان الرياضه عقده بالنسبه لناس كتير. الناس كتير بتعتبرها عقده الرياضه دي، تبعد عنها الرياضه. هي دي اكبر معاناه بالنسبه لنا. اكبر معاناه بيعيشها مدرس الرياضه ان هو يخلي الطالب يحول فكرته عن الرياضه. تقريبا الطالب يبقى طالع من الابتدائي اصلا هو خلاص حط الرياضه بلاك ليست. انا عمري ما احب الرياضه، عمري ما اشوف الرياضه زي مثلا العربي زي الانجليزي. لا، هو دايما كل المواد كويسه الا الرياضه. عشان كده دلوقتي تلاقينا كلنا بقينا بعاد عن علم الرياضه. كل الطلبه بقت متجهه لعلم علوم، لادبي. علم الرياضه بقينا قليلين شويه. ليه علاقه بقى بالتاسيس دي بقى من واحنا في ابتدائي؟ والله دايما بشوف ان الطالب اللي بيتعلمه في الابتدائي يعني بيترتب عليه حاجات كتير قوي في المستقبل. فالطالب لو طلع في الابتدائي حابب الرياضه هيفضل حابب الرياضه طول حياته. ايه، ما مش حابب الانجليزي هيفضل مش حابب الانجليزي طول حياته. فهو الدور الاساسي للطالب وهو بيتبنى. انت دلوقتي عندك بيت تحت الانشاء، عملت اساسيات قويه جدا، اعمده كويسه، خرسانه حلوه. الطالب طالع لك في الاعدادي وفي الثانوي انا معاك. تقدر تشكله، تقدر تطلع منه مهندس ناجح، تطلع منه دكتور ناجح، تطلع منه خريج كليه تجاره ناجح. وانا دايما بشوف ان كل الكليات هي كليات ناجحه. صح. مفيش حاجه اسمها الناجح هو الدكتور، الناجح هو المهندس. بالعكس، في مدرسين كتير ما شاء الله عليهم ناجحين، في خريجين كليات تجاره كتير ناجحين، اداب كتير ناجحين. اي كليه الكليه اليومين دول ما بقتش بتحدد الفكره اللي انت بناء مستقبل وكل حاجه، بس فكره ان انا لا لازم ادخل طب، لازم ادخل هندسه، لازم ادخل مش عارف ايه عشان ابقى ناجح في المستقبل، دي بقتش بتتحدد اليومين دول بالحاجات دي. في كليات كتيره جدا بقت ادخلها ممكن احقق فيها نجاح اكتر ما احققه في طب وهندسه وحاجات كتيره. ففكره برضو اللي احنا الطلبه اليومين دول بقت اللي هو لا ده الكليه ده مش عايز اخشها عشان مش ليها ملهاش مستقبل. لا، انت ممكن تخشها وتبني فيها مستقبلك. هي فكره متوارثه من زمان يعني. يعني ممكن انا وانت ما نعرفش نغيرها. بالظبط. اللي هي فكره ان الناجح دكتور، ناجح مهندس، انت ناجح. فيما عدا ذلك خلاص الكليات بقى زي بعضها، خلاص يعني تجاره زي اداب زي حقوق زي كله زي بعض. فين يا عم انت حابب ايه؟ مش بنعمل اللي بنحبه للاسف. معظم الطلبه، وده يعتبر سبب يعني ضياع اغلبيه الجيل ده، ان هم مش بيعملوا الحاجه اللي هم حابينها. هم بيعملوا الحاجات اللي باباهم حاببها، بالظبط، اللي مامتهم حابها، اللي المدرس بتاعهم حاببها، اللي اصحابهم حاببها، واللي مدخلينهم في دماغهم. يعني الاب والام ليهم برضو دور مهم جدا في ان هم يدخلوا او يخلوا الطالب حاطط في دماغه لا خلاص ما هو بقى ايه، انا بسمع لازم ابقى دكتور، لازم ابقى مهندس، لازم مش عارف ايه، عشان فبقى الطالب هو حاطط في دماغه خلاص انا لو ما دخلتش طب او هندسه او صيدله او كده انا ضيعت، فانا خلاص الموضوع بالنسبه لي مات خلاص، يعني ضيعت حلم بابايا وماما. بالظبط، خلاص انتهى. فالطالب بقى عنده مشكله في انه يفكر انه عايز يدخل ايه. انا دلوقتي خلاص انا لقيت والدي ووالدتي والله بيقولوا لي انا لازم تدخل كده عشان تنجح، فانا بقيت بوقف تفكيري غير ان انا خلاص تفكيري طب وهندسه ومش عارف ايه. صح، خلاص انا موقف تفكيري عن باقي الحاجات، ما اعرفش باقي الحاجات دي بتتكلم عن ايه بقى، لان باقي الحاجات دي كلها خلاص بقى كلها متساويه مع بعض. محتاجين فيه اول حاجه يعني توعيه كبيره جدا، خاصه ان احنا وقت في زمن السوشيال ميديا. التعليم بقى سهل، صح، المنصات التعليميه، واحنا طبعا مع منصه درسلي
فاحنا بنحاول ان شاء الله، هنحاول باذن الله نركز في حته التوعيه دي. انا كمدرس، انا برضو فعلا انا عايز اخد من كلام حضرتك في الحته دي، ان هو المدرسين بقى والطلاب. يعني خلينا مثلا نبدا بالمدرسين. احنا كنا متعودين من واحنا صغيرين التعليم التقليدي، اللي هو انا مثلا مدرس بروح له. يعني انا مدرس مثلا، مدرس كويس في الرياضه، مدرس كويس في الانجليزي، انا بروح له. تمام. التعليم التقليدي اروح له السنتر، اخد معاه درس. المدرس حضرتك شايف هيبقى مثلا علاقته عامله ازاي مع التحول اللي حصل ده؟ اللي هو شايف ان هو هيبقى هيستقبل التحول اللي حصل ده من اللي هو التعليم التقليدي للتعليم الاونلاين ازاي؟ بص، اولا هو المدرس لازم يروح للطالب. هو الطالب فين دلوقتي؟ الطالب دلوقتي بقى في السوشيال ميديا. فلازم المدرس ياخد بعضه ويروح هناك، يروح له ان هو انا قاعد في البيت، انا معاك. يعني وانت قاعد في البيت، انت عايز مين؟ مصطفى الشبوكشي، هيفتح المنصه هيلاقي مصطفى الشبوكشي. انت عايز مين؟ اكس، هتفتح المنصه تلاقي اكس. عايز واي، تفتح المنصه تلاقي واي. فاحنا دلوقتي بقينا يعني مش مجبرين، بقى شيء اساسي في حياتنا. الطالب دلوقتي بقت 24 ساعه هو ماسك التليفون. دلوقتي انت المفروض تقدم له محتوى كويس، عشان ما تجيش بقى تقول ايه هو الطالب مسك السوشيال ميديا بيشوف محتويات مش كويس. بالظبط. طب ما احنا نوفر له محتوى كويس. نوفر له مش شرط يكون محتوى تعليمي بس، محتوى توعوي. ازاي نوعي الطالب؟ اختيار الشعبه اللي هو فيها، اختيار الكليه في المستقبل. الطالب دلوقتي بقى داخل الثانوي، هو داخل الثانوي عشان لو ما دخلت الثانوي ابقى وحش. صح. نظره المجتمع ليا لو انا مش في الثانوي هتبقى نظره سيئه. صح. لازم اخش ثانوي، ونخش بقى المصيبه الاكبر، لازم اخش علمي. عشان لو دخلت ادبي هتحط في حته انت بتحفظ، انت مش عايز تذاكر. ده الادبي سهل، مفيش حاجه اسمها سهل. كل حاجه صعبه، مفيش حاجه في حياتنا سهله خالص. صح. وعمرك ما هتوصل لحلمك الا لو كان حلمك ده صعب. اي حلم سهل توصل له اعرف ان انت فاشل. دايما حاططها خطه في حياتي، اي حاجه سهل توصل لها انت فاشل. اي حاجه محتاجه مجهود. مفيش حاجه اسمها انا ابقى ناجح من غير ما اعمل مجهود. فالطالب يقول لك انا داخل ادبي، مستسهل الموضوع. طب هل انت حلمك اصلا في ادبي؟ لا، بس الادبي سهل. طب واحد داخل علمي، هل انت اصلا حلمك في علمي؟ لا، بس عشان نظره الناس ليه. لو منك بقى حضرتك مدرس رياضه، فالناس بقى بتدخل علم رياضه مخصوص عشان تدخل هندسه، حتى لو هي ما فيها يعني ايه. لا، احنا دلوقتي دخلنا في حته تانية. احنا بنخش علم الرياضه عشان تنسيق علم الرياضه قليل. احنا بنخش علم الرياضه عشان التنسيق، فيدخلنا مثلا حاجه من علم الرياضه، يدخلنا بمجموع قليل. المجموع هناك عالي في علم علوم، انا في علم الرياضه هجيبها من 70%. صح. ما انت لو بتعمل حاجه انت مش حاببها، انت مش هتجيب ال 70% اصلا. صح. عشان نوصل لحته ال 70% دي. فدلوقتي الناس يعني بجد الطلاب برضو عندهم فكره في الحته دي، اللي هو انا مش فاهم هو ليه قليل في الحته دي. يعني انا مثلا في علم علوم، مثلا كليات اعلام وكليات ألسن، في علم علوم اقل شويه من ادبي. طب انت ليه فهمت ان ليه هنا اقل شويه؟ ليه مثلا في علم رياضه كليات اقل مجموعها من علم؟ اكيد في حاجه مختلفه. دي مهم بقى، دي لو الطالب فاهم يعني ايه تنسيق هيبقى فاهم ايه سبب ان المجاميع قليله. مجاميع قليله اذا العدد قليل، فانا لما يبقى عددنا قليل التنسيق هينزل عشان احنا قليلين. صح. على العكس في علم علوم مثلا عددنا كبير، تلاقي التنسيق بيعلى بينا عشان احنا عددنا كبير. صح. تمام. الادبي بقى مثلا دلوقتي ليه قل؟ عشان عدده قل. وده الا بقى في التوعيه طالب وليه الامر اللي بيحط لود على الطالب ان انت لازم تخش كليه من كليات القمه، اللي هي الهاجس اللي احنا عايشين فيه. هاجس كليات القمه. لازم تخش طب، لازم تبقى دكتور. لو ما دخلتش دكتور، لو ما فيش بيت ما فيهوش طب دلوقتي او في هندسه او في صيدله، تحس ان البيت ده احنا ما عرفناش نربي ما عرفناش نعلم عيالنا صح. احنا ازاي ما طلعناش ابني في دكتور او ابني في مهندس؟ ودي بتخلي حتى اللي هو دخل، يعني مثلا هنفترض ان حد ما توفقش في طب ولا هندسه، دخل تجاره، دخل اي حاجه من الكليه دي، هتوقفه في ان هو يفكر ازاي بقى يبني مستقبله في الكليه دي. لا، ما هو للاسف المعظم دلوقتي لو ما حققش التارجت بتاعه بيعيش بقى انه كله شبه بعضه. صح. مش فارقه بقى. طب ما انا ممكن اخش كليه تجاره وابقى ناجح جدا فيه. صح. ممكن اخش كليه حقوق وابقى ناجح جدا فيه، واداب وابقى كل الكليات اقدر ابقى ناجح فيه. وانا دايما بنقول للطلبه، بنقول واحنا بننصحهم واحنا بنواجههم، الشخص الناجح هيبقى ناجح في اي مكان. صح. المهم ان هو يبقى واخد القرار ان هو يبقى ناجح. انت عايز ايه؟ دايما في كل حاجه في حياتنا دايما بنقولها انت عاوز ايه. واحنا بنشرح درس جبر، انت عايز ايه من الدرس ده؟ هو يعني الدرس ده ايه معناه؟ ايه اللي احنا محتاجينه منه في حياتنا؟ فكل واحد في حياته، مش شرط التعليميه فقط،
لو هو عارف هو عايز ان الحاجه اللي بيعملها هيقدر ينجح. طب دلوقتي احنا في 2026، هل حضرتك شايف ان اي مدرس موجود اليومين دول قوته او مصدر تفوقه عن غيره كونه بس قوي او شاطر في الماده بتاعته، ولا في وسائل تانية لازم يبقى ملم بيها حوالين مادته؟ والله ده سؤال مهم جدا. الماده العلميه ما بقتش هي بس اللي بتحدد قوه المدرس. عكس زمان كان المدرس اللي عنده الماده العلميه بيقدر يخش يقولها للطلبه وتوصل للطلبه عشان مش لاقيين بديل غير ده. كان هو ما قداميش غير المدرس، ما كانش قدامي زي دلوقتي مثلا الطالب يقدر يقارن المدرسين ببعض، صح، يشوف الماده العلميه بتاعت انهي اقوى. ومش الماده العلميه بس، انا ابقى فرحان لو انت عندك ماده علميه وبتعرف توصلها للطالب، صح. اما لو انت عندك ماده علميه بس انك توصلها للطالب دي فكره صعبه، ساعتها الماده العلميه ما بقتش لها منفعه للطالب. يعني امتى يبقى الماده العلميه مهمه؟ لو الماده العلميه وصلتها للطالب بشكل كويس بقيت انا مدرس كويس. اما لو انا عندي ماده علميه كبيره جدا بس مش عارف اوصلها للطالب، يبقى الماده العلميه كده ما بقاش لها اهميه. بالظبط. فدلوقتي بقى الموضوع ماده علميه زائد ازاي اقدر اوصل للطالب المعلومه باكتر من شكل. والاهم من ده كله ازاي اقدر اوصل للطالب المعلومه بشكل سريع. الجيل دلوقتي بقى جيل مختلف، يعني ممكن مع احترام الزمن اللي قبل كده والمدرسين قبل كده كان الجيل نوعيته مختلفه عن دلوقتي. فالجيل زمان كان يقدر يقعد ويسمع لك ساعتين 3 4 عادي، حصه مراجعه 10 ساعات. دلوقتي لا، الطالب دلوقتي عايز المعلومه توصل له باسرع شكل. وعشان توصلها له باسرع شكل لازم تبقى في طريقه متنوعه في انك توصل له المعلومه. اشرح له بطريقه واثنين وثلاثه، ودايما تربطها له بالواقع. لو ربطت للطالب المعلومه بالواقع وخليته يشارك معاك فيها هتوصل له، يعني هتوصل له عمرها ما هتطلع من دماغه وما يحفظ. ده فكره برضو الحفظ دي اللي هو كنت بتكلم مع حضرتك قبل ما نبدا البودكاست، وكنت بتقول لي ان من قبل 2020 اختلفت عن بعد 2020. ان بعد 2020 الدنيا ما بقتش خلاص، احنا فكره ان انا احفظ بس دي ما بقتش موجوده. احنا اتكلمنا مع بعض في حته اشتغل على نفسك. بالظبط. اللي هو قبل 2020 كان ممكن اقول للطالب اشتغل على نفسك اكتر، على الاقل ممكن ان انت حفظك الاكتر يساعدك في ان انت تحسن من نفسك، تحل الامتحان. دلوقتي بقى حضرتك كنت بتقول لي ان بعد 2020 الموضوع ده اختلف خالص. بعد 2020 حصل طفره في التعليم، حصل طفره في مستوى الامتحان. يعني دلوقتي لما يجي واحد يقول لك خش علم علوم واشتغل على نفسك هتبقى دكتور، انا لما بسمعها مش بقتنع بيها. خش علم رياضه وانت ضعيف في الرياضه هتبقى مهندس، انا مش بقتنع بيها. قبل 2020 كنت ممكن تشتغل على نفسك، كان مستوى الامتحان وليفل الامتحان كان الليفل الطبيعي. يعني ايه الطبيعي؟ ان هو لو اشتغل على نفسه وذاكر نمط الاسئله وحفظ طريقه الاجابه هيقدر يخش الامتحان يحل. بعد 2020 مع تغيير شكل الامتحان بقى الامتحان معتمد اكتر انك تبقى داخل جوه الماده قوي، فاهم الماده كويس قوي. فلو انا طالب ما عنديش اساس الرياضه، انا طالع من الابتدائي اصلا مش حابب الرياضه، فانت تبدا تقول له ايه؟ اشتغل على نفسك هتبقى مهندس. اشتغل على نفسك هتبقى مهندس. طب ازاي؟ انا فاقد الاساسيات اصلا. بالظبط. انا حافظ الماده مش فاهم الماده، فلو حصل اي تريك في السؤال انا مش هبقى السؤال مش هيبقى متجمع. زي ما انا قلت لك قبل ما نطلع، قلت لك ايه؟ لعيب كوره ما عندوش اساسيات الكوره، ما بيعرفش يباص، وانت تقول له اشتغل على نفسك هتاخد بالون دور. طب ازاي؟ يعني ما بعرفش اصلا، ما عنديش المؤهلات دي. فده اكبر ضغط بيقع فيه الطالب. ولي الامر ان هو يعيشه لازم تخش ده. طب انا مش مؤهل لده، صح، انا امكانياتي 80%، ما تحاولش تطلب مني فوق طاقتي، عشان انا ممكن بسبب حاجه زي دي اقع خالص اصلا. اخش علم علوم عشان اريح بابايا، واخش علم علوم وافشل في علم علوم. صح. ساعتها عشان كده دايما بنقول للطالب ايه؟ بنقول لولي الامر سيب الطالب يختار الاختيار اللي هو شايفه ان هو هينجح فيه. حتى لو انت شايف ان هو مش هينجح سيبه. سيبه يختار اللي هو حبه، سيبه يختار الحاجه اللي هو شايف نفسه هيقدر يعملها. شايف نفسه في ادبي عنده ملكه اللي هو الحفظ، وانا برضه متحفظ على حته الحفظ. مبقاش في حاجه اسمها حفظ مطلق زي زمان. لا ما الموضوع اختلف اصلا في النظام الجديد. المطلق ما بقاش موجود. صح. الحفظ بقى معاه فهم. عايز اعرف المعلومه اللي انا حفظتها دي جت منين. عشان مهما يحصل في السؤال انا عارف هي جت منين. خلاص بالظبط، خلاص يبقى انا عندي خلاص
الاطار بتاع السؤال ده انا شفته قبل كده او فاهمه قبل كده، بالظبط. فالموضوع جالي بقى باشكال مختلفه انا عارف احله ازاي. وانا دايما بقول للطلبه في اول ما نيجي نشرح اي درس جديد، تعالى نفهم اسم الدرس. ودي المشكله تقريبا اللي بيقع فيها المعظم. احنا بنخش في الدرس نبدا نحل مسالتين، يلا بينا فهمتوا مسالتين يلا نمشي. طب الطالب تعالى افهم اسم الدرس ايه، الدرس ده معناه ايه لازمته، كل كلمه في الدرس ده نقسمها مع بعض. يعني انا اولى ثانوي تحديد نوع الجذريه، يعني ايه نوع الجذريه، مين هم الجذريه ونوعهم ازاي، طب لو انا حبيت اجيب الجذرين اجيبهم ازاي. هو الطالب لو فهم اساس الدرس بقت حاجه اساسيه، فاهم الفرق ما بين السؤال المباشر والسؤال غير بقت حاجه اساسيه دلوقتي ان انت لازم الطالب يبقى فاهم كل حاجه. بقى فكره بقى اللي خلاص بقى اللي هي ممكن الحفظ وكده، لا بقى دلوقتي اساسي ان هو يبقى فاهم كل حاجه. تعدد وسائل التعلم خليتك بقيت موغم انك تعمل كده. ما انا كنت لسه بقى هاجي لحضرتك في نقطه زي دي، كنت عايز اقول لك الوسائل الجديده اللي ظهرت، اللي هو الوسائل التكنولوجيا الجديده اللي دخلت، خلت بقى علاقتك انت مع الطالب ازاي، ان انت توصل له المعلومه، ان انت تفهمه اكتر. اكيد دي حاجات ليها برضو ليها حاجات ايجابيه وليها حاجات سلبيه، بس عايزين نعرف الاطار العام بتاعها ايه. الطالب زمان كان بيتعامل مع مدرس ساعتين، دلوقتي الطالب بيتعامل مع مدرس 24 ساعه. وقت ما هيبقى عايز المدرس هيوصل له باي طريقه، منصه، بيج الفيس، الواتس، الانستجرام، اي ابلكيشن، هقدر اوصل للمدرس ابعت له السؤال اللي انا محتاجه. في طلبه ممكن في الحصه يبقى عندها حته اللي هي الاحراج، شايف ان سؤاله ممكن يكون سؤال بسيط جدا هيخليه شكله قدام الطلبه محرج، فبيتكسف يساله. تعدد وسائل التعلم دلوقتي ساعدتنا على دي، بقى السوشيال ميديا ساعدتنا على دي. الطالب الصغير ما بقاش عارف يساله في الحصه، بقى يقدر يخش يسالهن بدون احراج. فخلى المسافه ما بين الطالب والمدرس قربت شويه. زمان كان المدرس دايما في حته لا مش هسال، انا خايف اسال، انا ممكن السؤال ده يكون سؤال بسيط المدرس يرد عليا بالظبط. الطلبه ممكن طالب مثلا يرد هو ده سؤال، هو بيسال يقول ايه، وده كان بتقابلني انا كطالب. انا نفسي في السن ده كان بيبقى عندي المشكله دي، ازاي اسال السؤال ده للمدرس بتاعي. دلوقتي لا، دلوقتي انا هخش على المنصه هبعت السؤال اللي انا عايزه بالظبط، المستر هيرد عليا حتى لو السؤال ده ايه، حتى لو السؤال تافه، بس حضرتك اولا مجبر ان انت ترد عليه لان ده طالب وبيسال حاجه مهمه. ثانيا الطالب هيبقى ليه الاريحيه الكامله ان هو يسال براحته، لان هو علاقته دلوقتي بقت علاقه انت بس، بالظبط انت هو بس، مفيش حد بقى لا هو مكسوف يبعت بالظبط، لا هو مكسوف بقى يبعت قدام حد، ولا هو مكسوف يسالك قدام الطلبه علشان افعال بقى. ما دي بتعتمد بقى على المدرس. يعني مثلا ممكن مدرس شايف حتى لو مثلا السؤال بتاعه بسيط يحرجه قدام الطلبه، لو انت مش مركز معايا انت مش عارف ايه، فدي ممكن تختلف على اساس مدرس ومدرس. دايما بنقول له يا استاذ احمد للطلبه ايه، مهما كان سؤالك ضعيف شوفوا ان هو اجمد سؤال في الدنيا. ليه؟ ممكن الطالب بسبب السؤال ده مش عايز يقوله يترتب في فكره اجابه غلط تعيش معاه، تخش الامتحان يلاقيه وهي مترتبه عليه اجابه غلط فيجاوبها غلط. حتى لو السؤال، حتى لو المفروض الحل بتاعها بسيط، هو بالنسبه له عشان ما عرفش الحل ده وما عرفش اجابه الحاجه دي، هو ممكن يكون مضخم الموضوع اكتر من اللازم. فدي عشان تفهم اكبر حاجه لازم تفهم اقل حاجه. صح. اقل حاجه في الدرس لو فهمتها هتفهم اكبر حاجه. صح. ما يبقاش انا واحد بيحل مسائل صعبه بس جاله سؤال سهل مش عارف يحله. دي بقى وظيفتنا، وظيفه المدرس، اللي هو التدرج في مستوى السؤال. ازاي نبدا باقل ليفل في السؤال ونوصل لاصعب ليفل في السؤال. ازاي نخلي الطالب يبدا مع نفسه، طب لو حصل كذا انا هعمل كذا، حصل كذا انا هعمل كذا. زمان كان الساعتين، دلوقتي احنا بقينا مع 24 ساعه، اقدر في اي لحظه من اللحظات نطلع لايف يلا نحل مع بعض. الماده العلميه دي بقت ضخمه. صح، ضخمه جدا. وقت الحصه مش كفاش مستحيل. الفكره بقى انا جيت دلوقتي مثلا بمناسبه ان انت حضرتك قلت ان المواد العلميه دلوقتي بقت صعبه او ضخمه، لو جاي بسالك دلوقتي حضرتك مسؤول مثلا في وزاره التربيه والتعليم او التعليم اي يعني وزاره التربيه والتعليم، عايزك تغير لي حاجه بس في النظام تسهل على الطلبه. بص انا اكتر حاجه بتضايقني في النظام التعليم، نظام ان انا بقالي 6 سنين ابتدائي، 3 سنين اعدادي، 3 ثانوي، يبقى انا كده 12 سنه ضيف عليهم 9. هنا عندي 6 و3 يبقى انا عندي كام؟ 12 سنه. ضيف عليهم 4 سنين كليه ولا 5 سنين كليه، يبقى انت دلوقتي ربطت لي مصير التعليم كله بسنه واحده. صح. اللي هي الثانويه العامه، ثالثه ثانوي، اللي هو ممكن الطالب اصلا يبقى مسيرته التعليميه كلها ما شاء الله لها كويسه، وتحت اي ظرف في ثالثه ثانوي وتحت ضغط الثانويه العامه
والضغط اللي هو دلوقتي بقى شايل مستقبل الاسره كلها على كتفه، اذا قدر الله يفشل. فضاع حياته التعليميه كلها في سنه واحده بوظت حياته التعليميه. انا نفسي يبقى التقييم من اول سنه بدا فيها لحد اخر سنه يوصل فيها. ساعتها هتلاقي الطالب بقى مهتم اهتمام كامل بكل سنه. اما احنا بنيجي في سنه مثلا زي تانية ثانوي، الطالب بيبقى عنده حاله من حالات ايه، انا هاخد راحه شويه، هاخد بريك، عشان في ثالثه ثانوي بقى هيبقى عندي الباور كله. مشكله اللي هو انا اريح بقى اولى ثانوي وثانيه ثانوي اريح بقى ثانوي بقى. لا، وهي حماس البدايات. احنا دايما عندنا مشكله مع طلبه اولى ثانوي وثانيه ثانوي. اولى ثانوي اول ما يخش السنه يبقى طاقه باور، انا داخل ثانوي، او يذاكر. بعد 3-4 شهور الحماس ده بيقل جدا، خلاص انا هريح بقى. بالظبط. ثالثه ثانوي ابقى اذاكر فيه، وده غلط. المشكله كبيره. يعني ازاي انا اخش كليه كبيره او اخش كليه وانجح فيها وانا اصلا ما عنديش الاساس؟ صح. هو بيت. صح. زي ما دايما كان المدرسين بتوعنا يقولوا لنا، هو اساس، دور اول، دور ثاني، دور ثالث. لو انت وصلت للدور الثالث والاساس بتاعك وحش، تلاقي البيت بدا يحصل له هزه فهيقع. فاحنا لازم نوصل للطالب ان كل سنه في حياتك التعليميه مرتبطه بنجاحك فيما بعد. مش مجرد انك تنجح في الشهاده، ناجح الدور الاول. خلاص نجحت الدور الاول، طب درجاتك ايه؟ تقييمك ايه؟ مش لازم، انا نجحت وخلاص. هخش ثانيه ثانوي، طب نجحت في ثانيه ثانوي، تقييمك ايه؟ مش لازم، هخش ثالثه ثانوي. خش في ثالثه ثانوي يتصدم بقى. يتصدم فكره ان الطالب كان الاول كان يهتم بالدرجه، دلوقتي ما بقاش موجوده. احنا لازم نرجع الطالب يهتم بالدرجه الأول زي الاول. الدرجه تفرق معاه، تفرق في حياته كتير جدا. ان الطالب يزعل لو درجه وقعت منه بقتش موجوده. صح. فاحنا عايزين نرجع الحته دي تاني. صح. لازم الطالب يبقى حريص اكتر على كل درجه بتروح له. طبعا. صح. انتقالا بقى من الطالب نرجع تاني بقى للمدرس. والمدرس الحته دي انا عايز اسالك انت فيها سؤال شخصي. استاذ مصطفى، ايه اللي شايف ان في التعليم الاونلاين الجديد انت مستر مصطفى هتترحم منه عن التعليم التقليدي؟ ايه اللي هينزل من على، انا والله التعليم ده هينزل من على ودني كذا وكذا وكذا، ايه اللي انت شايفه هينزل من على ودنك في التدريس الاونلاين؟ هو اكتر مشكله بتواجهني ان انا كمدرس كمصطفى الشبوكشي مع الطلبه، ان انا ببقى عايز اوصل لكل اولياء الامور، اوصلهم كلهم. عايز اوجه اولياء الامور، يعني اقول له خلي بالك في حته هنا غلط. صح. ابنك لازم تاخد بالك منه في الحته الفلانيه. ابنك ما جاش النهارده، ابنك ما عملش واجب النهارده، بالظبط. ابنك مستواه بدا ينزل، منحنى التعليم بتاعه بدا يقل. المنصه بقى ساعدتنا على ده. صح. ان بقى دلوقتي بقى اولياء الامور كلهم بقوا موجودين معانا على المنصه. نقدر في اي لحظه الطالب النهارده اتقيم في الواجب، اتقيم امتحان، جاب درجه وحشه، نبعتها لولي الامر. فولي الامر يبقى عايش معانا. دلوقتي اولياء الامور بيتفاجئوا بمستوى اولادهم. يلاقي ابنه في الامتحان اخر الترم جاب درجه وحشه. صح. يجي يسالك ابني جاب درجه وحشه ليه؟ ما انت فين من اول السنه؟ فين انت طول السنه؟ انا نفسي اوصل لك مش عارف اوصل لك. صح. اما احنا دلوقتي لا، دلوقتي هو عارف كل يوم ابنه مستواه وصل لفين. والميزه اكتر في المنصه بتوفر لنا منصه درس لي، اللي هو ربط ولي الامر بالطالب. بقى ولي الامر يبقى معانا، ما بقاش الموضوع واحد لواحد. بالظبط. بقوا 3 قاعدين مع بعض. ودي بقى توفر لحضرتك حاجتين. انت لو عايز تبلغ ولي الامر بحاجه، او ولي الامر عايز يستفسر منك على حاجه. بالظبط. ممكن مثلا ولي الامر دلوقتي بقى يجي لك مثلا السنتر، مش عارف يقابلك، مش عارف يشوفك، ضغط الحصص انت جوه وهو عايز يقابلك. هو برضه وقته، فبيقول مثلا خلاص ابعد لي في وقت تاني. وقت تاني يجيب وقت تاني، يلاقي الترم خلص. فيلاقي ابنه مش ده. خلاص بقى انت دلوقتي من البيت بقى هو يقدر احنا مع بعض، احنا قاعدين مع بعض. كل يوم جاي لك تقرير لابنك. صح. عمل ايه النهارده في الواجب، عمل ايه في الامتحان بتاع الدرس. فخلاص مش هيجي يتفاجئ اخر السنه. انا ابني انا عارف اصلا مطمن عليه، مش هاجي في الاخر اتفاجئ ان ابني جاب درجه وحشه. دي اهم حاجه. دلوقتي يا مستر مصطفى عايزين ننتقل من فكره بقى ايه الطالب والمدرس اللي احنا كنا بنتكلم معاهم عادي، لنقطه مهمه جدا. حضرتك قلت لي انك بقالك دلوقتي داخل في اكتر من 10 سنين بتدرس. اكيد عدى على حضرتك فتره الكورونا. دي كانت فتره اكيد اضطريت ان انت بشكل او باخر تتجه لنقطه حاجات اونلاين. هي الفتره دي عدت علينا كلنا. كان ليك تجارب فيها صح؟ وطبعا الفتره دي كانت اكتر حاجه كان مظلوم في الفتره دي كان الطالب.
طالب مره واحده لقى نفسه قاعد في البيت مطلوب منه ان هو يخش امتحان ثانويه عامه، مفيش مدرس، بدا بقى يظهر اليوتيوب. هنا كانت بدايه الاونلاين في مصر عامه. ما كانش حد يعرف عن الاونلاين خالص، ولا كنا عمرنا سمعنا عنه، ولا كنا بنتجه له، ولا عمرنا جت في دماغنا. اما اليوتيوب بقى فتره الكورونا بقى كل مدرس مع ورقه وقلم، مع اي تليفون، اي كاميرا، ما كناش معانا كاميرات حتى. تليفون ما مش زي دلوقتي ما شاء الله. يعني دلوقتي الموضوع بقى بتوسع جامد. اي تليفون نقدر نكتب اي كلمتين ونشرحهم للطلبه ونبعتهم. بس الموضوع كان فيه ميزه كان فيه عيب. الميزه ان احنا نقدر نوصل للطلبه. العيب ان اليوتيوب كان اي محتوى كان بيتحط على اليوتيوب، الطالب ما كانش عنده انه يميز الاوبشن ان هو يعرف يميز بيه بالظبط. هو كان بيكتب انا عايز الدرس الفلاني، يطلع له اي حد كتير. ممكن يكون محتوى ضعيف، فالطالب مش عارف ان دي المعلومه ضعيفه او معلومه قويه، مش هيقدر يميز. لحد ما ظهرت المنصات بقى بدا هنا بقى التغير بقى في شكل التعليم في مصر. تعليم الاونلاين بقى، ده كلمه تعليم اونلاين فعلا تطبق على المنصه. انا ضد اليوتيوب ان هو تعليم اونلاين. اليوتيوب بالنسبه لك ممكن وسيله لشرح حاجه، بس مش منصه التقاء طالب ومدرس. برضه مش عارف ايه اللي بيحصل في المحتوى اللي الطالب بيشوفه. المحتوى ده الكواليتي بتاعه عامل ازاي. يعني لو انا داخل على اليوتيوب عشان المدرس الفلاني فده خلاص ده حاجه تانية، ده تمام. اما لما اخش اكتب على السيرش اليوتيوب درس جاب، يطلع لي بقى 6000 يطلع لي بقى يعني 1000 مش شرط، ممكن ما يكونش مدرس اصلا. اي حد اي حاجه فاهم الجمله او يقولها بالطريقه. اي حد معاه كاميرا ومعاه ورقه وقلم هيكتب الكلمتين ويطلعهم على اليوتيوب وخلاص. صح. المنصات بدات تقنن الموضوع ده. فكره بقى المنصات بقى، حضرتك دلوقتي احد المنضمين لمنصه درس لي، ايه اللي شجعك ان انت تدخل؟ يعني حضرتك انضميت اولا امتى وازاي، وايه اللي شجعك ان انت تدخل منصه درس لي؟ اولا انا لما اشتغلت اونلاين في الاول خالص وقفت بعد فتره بسيطه، شهر شهرين ووقفت. لقيت ان الاونلاين مش جايب لي الحاجه اللي انا مستنيها، او مش عارف اعمل فيها اللي انا عايزه. مش بيوفر لي كل حاجه بمعنى اصح. مش موفر لي ان انا اتابع ولي الامر، مش موفر لي ان انا اتابع الطالب اول باول، مش موفر لي اعمل الامتحانات اللي انا عايزها، مش موفر لي اعمل الواجب اللي انا عايزه، مش موفر لي كل حاجه بمعنى اصح. دلوقتي بقى انا قاعد في البيت عادي جدا، لقيت منصه درس لي قدامي، بس حبيت اعرف اكتر عنها. ايه اللي بتوفره لي؟ لقيتها بتوفر لي كل اللي انا كان نفسي فيه. اول حاجه متابعه ولي الامر ليا وللطالب. تاني حاجه الطالب بيلاقيني في اي وقت. تالت حاجه اقدر اعمل اللي انا عايزه في المنصه. دي حته مهمه قوي، انت تعمل اللي انت عايزه. دي انا معايا خطه انا اللي عاملها لنفسي، وانا اللي مسؤول عنها. مش حد بيقول لي لازم تعمل واحد احنا مستنيين منك بكره كذا. انا حر. انت كانك في السنتر بس ما بينك وبين استيل ما بينك وبين الطالب. انا معايا اي تليفون هصور بيه اللي انا عايزه، هنزله للطالب بتاعي بالشكل اللي انا عايزه. صح. مش اللي انت عايزه. ممكن الشكل للطالب انا عارف الطالب بتاعي عايز ايه، فانا بوفر له اللي هو عايزه. ده اللي انا شفته في درس لي. منصه درس لي الناس قالت لي حط خطتك معاك زي ما بيقولوا مثلا اليوزر بتاعك، انت بتشتغل فيه زي ما انت حابب. خطتك، امتحاناتك، متابعه ولي الامر، واجباتك، كل حاجه انا بقدر اتحكم فيها. انا قاعد في البيت وبتحكم في كل اللي انا عايزه. وفرت لي وقت، مجهود. انا بشرح في السنتر، بصور اللي انا عايزه، بنزله في المنصه، بيبقى متاح للطالب في اي وقت ان هو يبص عليه ويشوف. كنت حضرتك بتقول لي برضه بتعاني من مشكله في المراجعات بتاعتك. كنت بتعاني من مشكله كبيره في المراجعات، وخصوصا المراجعات اللي قبل الامتحانات على طول. اكبر مشكله مراجعه الثانويه العامه. ليله الامتحان ان الطالب يكون عايزني ومش لاقيني. صح. دي مشكله كبيره. الطالب خلص حصه مراجعته ساعتين 3 روح، اكيد هيكتشف حاجات هو مش عارفها. هيكتشف معلومات ناقصه عنده، سؤال هو مش فاهمه. انا فين بقى؟ مش عارف يوصل بسهوله. صح. لحد ما يبعت لي وضغط اسئله كتير مش عارف اجاوب عليه. طب احنا بقى في المنصه نقدر نعمل لايف لحد ما يوصلوا الامتحان. انا عامل اللايف، اللي عايز حاجه هيبقى موجود معانا. اللي خلص دنيته وقفلها هيبقى نايم وخلاص والدنيا تمام. انا دي الاول كنت ببقى قاعد بالليل قلقان، هو الطالب ده دلوقتي بيعمل ايه؟ انا عندي الهاجس ده. ليله الامتحان دايما انا اللي داخل الامتحان. انا اللي متوتر، خايف اكتر من الطالب. صح. لدرجه ان الطالب تقول لي انت خايف ليه قوي كده؟ خايف ان انا مش عارف هو لما اروح عمل ايه. اما بقى دلوقتي مع اللايف، انا قاعد معاك لايف، انا معاك لايف، انا شايفك، قاعدين مع بعض. هتبعت لي السؤال، هبعت لك الاجابه على طول، هشرح لك الاجابه جت منين.
مهما كان الواتس بيوفر مش تقدر توصل المعلومه زي ما انت عايز. اكتب له الاجابه، لا مش هتبقى واضحه. اعملها له ريكورد، مش هتبقى واضحه. هو فكره ان انت برضه تبقى معاه قبل الامتحان في اي حاجه. هو الطالب قبل الامتحان خصوصا في الثانويه العامه تديله ثقه. بالظبط، اللي هو انا وقف معايا اي حاجه. يعني كنت بتكلم مع حضرتك وقلت لك ان انا في ثانويتي انا، او في مراحل اللي عدت عليا وخصوصا في الاعداديه كنت بروح للمدرس ساعات قبل، يعني خصوصا في ثالثه اعدادي، لان الموقف ده انا فاكره قوي. مدرس الرياضه انا رحت له قبل الامتحان بكام ساعه عشان يقول لي حل مساله انا مش عارفها. فده بالنسبه لك حاجه هتريحك من نقطه زي دي. طب ده يمكن عشان احنا شباب نقدر نعمل كده. صح. البنت مثلا والبنات توتر. بنت مثلا قاعده الساعه 2 بالليل واقف معاها 5-6 اسئله، احساسها ان دول اللي جايين بكره في الامتحان. بالظبط. مش لاقي المدرس، شايفه توصل له، هتعمل ايه؟ ممكن بقى تتجه لاي محتوى ممكن يدي معلومه فيها غلط، او اي متعوده على شرح المدرس ده. انا عايزك انت، انا عايز مصطفى الشبوكشي. عشان كده احنا دخلت المنصه واشتركت فيها، خصوصا لما عرفت التجربه المجانيه قلت ابقى موجود فيها. وحطيت خطتي وبدانا نجهز كل حاجه ان احنا نبقى مع الطالب الفتره الجايه ان شاء الله في المراجعه بتاعته. وبمناسبه بقى ان احنا في مراجعه الترم الاول، فهيبقى اول حاجه هنعيشها مع الطالب ان احنا قاعدين معاك. فيديوهاتك هتلاقي، لايفاتك هتلاقي، امتحاناتك، تقييماتك، واجبك، كل حاجه احنا قاعدين معاك 24 ساعه. وقت ما هتدور على مصطفى الشبوكشي هتلاقيني. حضرتك دلوقتي اي مدرس لو جه في دماغه مثلا يخش منصه درس لي، حضرتك تنصحه بايه؟ يعني ايه اللي المفروض تنصحه بيه عشان يخش وهو مطمن؟ اللي يبدا كل حاجه ابدا، ما تستناش، ما تفكرش، ما تقولش بقى انا مش معايا امكانيات ومش معايا حاجه اصور بيها. لا، ابدا. صور باي تليفون، صور باي كواليتي. انت لو بدات اي حاجه بعد كده تبقى سهله. بس هي مشكلتنا دايما البدايه. بدايه كل حاجه تبقى اصعب حاجه. لو طلعت الطلعه الاولى هتلاقي العربيه مشيت معاك والحياه بقت سهله جدا. ما تفكرش فيه. معاك تليفون تليفون ضعيف، امكانياته ضعيفه، بيصور، خلاص صور. اشتغل في الحصه وصور حصتك ونزلها. جرب التجربه المجانيه، انت مش خسران حاجه، احنا مش دافع حاجه. طلعت حلوه كان بها يبقى انت استفدت، طلعت وحشه خلاص هنعمل ايه؟ بقت خلاص انت شفت الايجابيات والسلبيات. صح. بس ابدا وسيب كل حاجه بعد كده. المنصه اكيد هتوفر لك كل حاجه. صح. والناس هنا بتشتغل على نفسها، ودي مهم جدا. ان هو ما بيسالك انت محتاج ايه. وده ما بتسالش كتير. صح. اي حد، دي المنصه موجوده ودي امكانياتها، عاجبك اشتغل، مش عاجبك ما تشتغلش. الناس هنا اهم سؤال، انت محتاج نوفر لك ايه في المنصه؟ انا نوفره لك. صح. انت ايه اللي ناقصك في الشغل اللي المنصه هتكمله لك؟ كل واحد المنصه هتكملها. وكل واحد ليه بقى طريق، يعني كل واحد هو ليه طريقته، كل واحد ليه نواقصه اللي المنصه هتسعى انها تكملها. ده احنا هنعمله عن طريق ايه؟ التجربه المجانيه. انا دلوقتي شخص وانا بجرب المنصه، والله في حته المنصه هتوفر لي الحته دي. فدلوقتي انا في التجربه المجانيه والتفاصيل اللي انا عرفتها في المنصه هي تقريبا شملت لي كل حاجه انا عايزها. صح. فده اللي مخليني انا يعني مستني اللحظه بقى. ان شاء الله تكون مستني نبدا ان شاء الله لحظه خير لحضرتك باذن الله، والطلاب حضرتك باذن الله ان شاء الله. انا وعدتهم يعني، والمسؤولين عن المنصه اكدوا لي ان الفتره الجايه هنشوف حاجه جامده جدا ان شاء الله. كلمه بقى للطالب في نهايه حلقتنا النهارده. بص يا استاذ ابو رحمن، الطالب دلوقتي بيفكرني بالمسرحيات بتاعت زمان. تلاقي فؤاد المهندس واقف على المسرح وفي واحد قاعد مستخبي تحت كده بيمليك كلام. الطالب دلوقتي بقى عايز شخص واقف جنب ودنه بيقول له انت غلط، مستقبلك راعي ربنا في نفسك، راعي ربنا في اهلك. الطالب دلوقتي عايز واحد يركنه كل شويه قاعد معاه. خلي بالك ده غلط هتقع فيه. خلي بالك صاحبك ده وحش بلاشه. خلي بالك صاحبتك دي مش كويسه بلاش. خلي بالك انت مش جامد في الحته دي حسنها شويه. خلي بالك انت مش لايق عليك انك تخش علم بلاش. انت مش امكانياتك مش انك تخش علم، خش ادبي هتلاقي نفسك فيه هتنجح فيه. اختار الحاجه اللي انت بتحبها. اوعى تختار الحاجه اللي الناس شايفاها. مش شرط تبقى ماشي ورا الناس تبقى صح. مش كل اراء الناس بتبقى صح. انا رايي ان انا دايما بقولها للطالب، ولسه كنت قايلها لهم من كام يوم، اعمل اللي انت نفسك فيه. الشخص عمره ما بيندم على الحاجه اللي عملها،
الشخص بيندم على الحاجه اللي كان نفسه يعملها. صح. اعمل، اشتغل يا عم، انجح. يعني انت لو شغال ايه وعايز تنجح هتنجح مهما كان مستوى المهنه. في ناس والله بتبقى مهنتهم والله بسيطه جدا وناجحين جدا، ناجحين اكتر من دكتور فاشل. صح. اكتر من مهندس قاعد على القهوه مستني اي حد يجيب له شغل. صح. نجح في مهنه بسيطه جدا 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 جدا. في امثله كتير قدامنا ناس ناجحين جدا وما لهمش علاقه بان هم يبقوا دكاتره او مهندسين. صح. دلوقتي الناس كلها بقت شيفت كارير، كلها كل دلوقتي بقى بيعمل شيفت كارير. انا شيفت كارير، كلنا عملنا شيفت كارير. تمام. فانا كل اللي انا بتمناه من الطالب وبقول له للطالب صدق نفسك. محدش هيصدقك لو انت مش مصدق نفسك. صدق انك تقدر. طول ما انت مصدق انك هتقدر صدقني هتنجح. طول ما انت شايف ومؤمن بنفسك كل الناس هتؤمن بيك. ما تجيش تقول لي انا شايف نفسي مش هبقى ناجح، واقول لك انت هتبقى ناجح. انت اصلا مش مصدق نفسك، انا هصدقك. بالظبط. وده عامل مهم جدا في النجاح. دي مهمه جدا. الطالب اخواتي كلهم وانا بحبهم جدا ودي رساله مني ليكم. ان شاء الله الفتره الجايه هبقى معاكم دايما ان شاء الله. لو انت مش بتلاقيني بنسبه كبيره عن طريق السنتر، فالفتره الجايه انا هبقى معاك في السنتر، هبقى معاك على المنصه 24 ساعه. اي وقت انت هتلاقيني فيه، اي وقت واي حاجه انت محتاج اسالني فيها ابعت لنا على المنصه في اي وقت، هتلاقينا قاعدين مستنيينك. ان شاء الله الفتره الجايه كلها متابعه باذن الله. كنت مبسوط معاك النهارده والله يا مستر مصطفى. والله انا اسعد ونورتنا والله العظيم. انا كنت مبسوط معاك جدا جدا، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها اكتر من لقاء ما بيننا ان شاء الله. ربنا يجمعنا في لقاءات جايه كتير باذن الله. انا اسعد والله. ربنا يعزك. كده تبقى انتهت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه كتيره. تصبحوا على الف خير.